السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ كيف الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وعافية. اليوم يا إخوان معي إعلان لطيف وخفيف وحاجة أنتم تحبوها وأنا أيضا. اليوم معنا زيارة لشيخ العطور. وين؟ تعالوا أعلمكم الأول وبعدين نتكلم. وين شيخ العطور؟ هنا مركز جرعان، الدور الأول تحت الدرج. تمام يا إخوان؟ هذا هو شيخ العطور حق عبد الله، ما شاء الله تبارك الله. وين؟ مرة ثانية مركز جرعان، الدور الأرضي تحت الدرج في منتصف السوق. تعالوا نشوف مع بعض. بكلمكم عن تجربتي أنا الخاصة، للأمانة شيء فاخر من الآخر. تعالوا بسم الله، توكلنا على الله. أهلا وسهلا يا عبد الله، كيف اهلا الحال؟ وسهلا، حياك يا أهلا غالي. بالشيخ عبد الله. الله طبعا هذا عبد يحييك. الله معوضات، تعرفوه من الفيسبوك. حياك يا غالي. معاه هذا الركن من العطور. وبالنسبة لي أنا بتكلم لكم عن تجربتي أنا الشخصية. تمام، أنا جربت منه العطور حوالي قبل 4 أشهر إلى 5 أشهر، يعني بأيام التصفيات حق كأس آسيا للناشئين، يمكن بنهاية شهر 11. فجاب لي مجموعة عطور وبخور ومعطرات، فصراحة كانت تجربة رائعة جدا. فعبد الله، ايش معك اليوم تعلم لنا للمتابعين؟ معانا اول حاجه المعطرات، هذا حق الجسم كلهن انتاجنا انتاج محلي ما شاء الله تبارك لاجل الله. الثبات والجوده طبعا. تمام، معانا طبعا عطور حق الجسم، معانا لمسه حرير، ما شاء الله تبارك الله. معانا إيه؟ البخورات انتاجنا انتاج محلي، لذلك احنا نخاف على زبائننا ونخاف على سمعتنا، حلو. مش انتاج اي شخص، لازم نعتني بالزبون عشان يرجع لنا مره ثانيه. نعم، وانا جربت منه نوع من الانواع جميله جدا جدا، ويستمر لفترات طويله. وايضا معاه ايش هو اللي جبت لي منه؟ فحم الفحم. معاه فحم يجلس مده طويله يا اخوان. أيوة. هذا البشوات هذا حق نافع طبعا. ايوه، هذا يجلس لمده ساعه ونص ساعتين. نعم، هذا جاب لي من هذا، ما شاء الله يجلس فتره طويله. طبعا يدوى شوفه. ايوه نعم، هذا رهيب. بعد ما يطلعش لا ريحه ولا يطلع اي شيء. يا سلام. نعم. نبدا من هنا. هذه معطرات الجسم طبعا للرجال والنساء، ما شاء الله تبارك الله. وهذه ايضا وهذا معطر مفارش سيارات وستائر. نعم. اي هو بالضبط اللي جبت لي انت؟ من اي نوع من هذه؟ يمكن شيخ العطور هذا كالاسود اللي نعم. لاصقه اسود. نعم، نفس هذا تماما. ايوه، عالمي يا اخوان، نفس هذا. والروائح الثانيه كمان حلوه جدا. نعم. وهذه معطرات الجسم للامانه. معطرات الجسم اقل شيء 24 ساعه. نعم. 8 ساعات 6 ساعات. نعم. وحلوه، العبوه حقها 100 ملي. قل لكم الان بالعميق اللي هي لمسه حرير. هذه اشياء فخمه جدا. عرفنا يا عبد الله. طبعا احنا بنتميز بحقنا لمسه حرير هذه الاصلي. نعم. طبعا لانهم اغلبهم يسموه هذه لمسه حرير، طبعا هذا من الجليسرين. ايوه، عرفت. المطورين الاكثر يقول لك ان هذه لمسه حرير. إيه؟ وهذا طبعا هو سريوم. سريوم بس يعني بس هو فظيع يعني على فكره. إيه؟ بس افضل لمسه حرير هي هذه. يا سلام. الذي تجيب ملمس ناعم أه؟ بدون ما يطلع لون، بدون ما يطلع حتى دسوم ولا اي حاجه. حلو. ناعم فقط. اذا تمام، حلو جدا هذه المعلومه، ما شاء الله تبارك الله. طيب يا اخوان، الان تكلمنا عن معطرات الجسم وعن لمسه حرير. الان ندخل للعميق اكثر واكثر. العطور اللي هي الشيء اللي يتميز فيه عبد الله للامانه. انا جاب لي مجموعه خلطات لهن اسماء عديده، القائد، سري للغايه، ناسي اسماءهن، بس اشياء قسما بالله يا اخوان مش طبيعيين. انا ما عندي خبره بالعطور للامانه، ما اتفلسف عليكم، ولكن كتجربه بعد 4 أشهر الى 5 أشهر تجربه جميله جدا واستمتعت بالعطور. فعبد الله، ايش معك بالعطور؟ العطور حقنا، شوف العطور معنا انا معي ازيد من 680 نوع عطر. ما شاء الله تبارك الله. نعم. للرجال والنساء طبعا. هذو انواع اصناف، هذو بعض الخامات ننزلهن من اليمن. حلو. ومعنا خامات ننزل من السعوديه مميزين بها. حلو. وفي عده خامات يعني بكثره. احنا من النوع طبعا الذي اذا في معنا بضاعه مش حلوه او زي كذا نحاول نتصرف منها، ما نصرفش للزبون خالص. حلو جدا. لانه نخاف على سمعه المحل. يا سلام، هذا هو الاساس. عرفت. لانه اغلب المجتمع يعني اغلب التجار وهذا يشتي يتخارج وهو غبي بعض الاحيان يخسر زبون. نعم صحيح. فهمت. لو ما تتخارج بلا الزبون تخسر الزبون. لكن الحمد لله احنا نخاف على زبائننا ونخاف على سمعتنا. طيب ايش سر الثبات بالعطور؟ يعني استخدم منك العطور يجلس من 3 أيام، يومين، 5 أيام، على حسب. لا، الثبات يعتمد على جودة العطر الخام. نعم. جودة العطر الخام إذا هو يشوف الجودة هي أهم حاجة. نعم. ثاني حاجة التركيب حق العطور، وفي خلطات لو ما تجمعها احنا نعمل أكثر من تجربة لما توصل معنا، يعني نفسنا طويل. هذه شغلتنا لازم أتعب وأعمل عليها لأجل أوصل للمرحلة الذي أشتهيها. طيب، والحمد لله. عندي سؤال. أنا لو عندي عطر
ومشهور كذا عالمي واشتي تطبق لي نفسه، تقدر؟ ايوه اكيد. حلو. الماركة العالمية بشكل نعم. عام طبعا، بوس، تشانل، فيرزاتشي، ديور، الماركة كامل. نعم. نقدر نطبق، لانه في ناس عندهم ادمان لعطر معين ويقول لك يا اخي انا اشتي نفس هذا، طبقه له. لا احنا بنطبقها حقيقة، يعني حتى حلو. في خامة تنزل من السوق نعم. ونخلطه طوالي. احنا يعني المحل لنا ما شاء الله احنا نزيد نتميز، نضيف له حاجات لاجل يضبط نفس الماركة العالمية حلو. تماما، يا سلام وما عليك. يسببش لا احتقان ولا يسبب اي حاجة. اي نعم نعم. طبيعي زي الماركة العالمية. حلو. طيب ايش معنا من انواع المسك؟ المسك معانا مسك البودر، مسك الافندر، مسك كاريزما، مسك توتي، مسك الفراولة، مسك توتي، مسك سكسي، مسك الخوخ، مسك ابراهيم القرشي، مسك المانجو، مسك الفوكادو، مسك خاص لعروسه، مسك فرموني. معنا عدة مسكات طبعا. نعم. في معنا المسكات هذا، في معنا 6 انواع من الانواع حقه. وفي معنا الدرجة الاولى هذا حق عبد الصمد القرشي. نعم. طبعا هذا افضل مسك. ما شاء الله. عرفت هذا المسك يعني افضل من افضل المسكات بالسوق، راقي جدا جدا. وفي انواع كثيره. يا عبد الله عندي سؤال، كيف تميز العطور الفرمونيه الجذابه للنساء والرجال؟ كيف؟ طبعا احنا من النوع الذي لا جل عندي رجل مثل ما انت تجي اكثر من زبون. نعم. اشممهم عطر، انا عجبني العطر هذا، طبعا انا ما اعتمدش على ذوقي فقط. حلو. اشمم الرجل هذا يعجبه ينبهر فيه. اشمم الشخص الثاني، اشمم الثالث، اكثر من شخص. حلو. لما اشوف الاقبال عليه بشكل خلاص اقترح هذا العطر هرموني وجذاب ومثير للرجال. حلو. والنساء نفس اللقطه. ايه نعم. النساء والرجال كله نفس اللقطه، نفس الحركه هذه. حلو. طبعا يا اخوان ركزوا معي، العطور موجود معه للرجال والنساء، اي حاجه تشتوه موجود، جميع انواع العطور او اي ماركه تحتاجيه يطبقها لكم على طول، والاسعار مناسبه جدا جدا ما يحتاج. انت مشهور بالفيسبوك والسوشيال ميديا كامل، كيف تتم التسويق؟ كيف تسوق لمنتجاتك وكيف تبيع المنتجات؟ وايش اراء المتابعين حقك سواء بالفيسبوك او هنا لما تبيع لهم العطور والبخور والكماليات هذه كامل؟ شوف انا انصح اي شخص يشتري من الشخص المسوق، لانه المسوق بالسوشيال ميديا بشكل عام يخاف على سمعته. أيوه. لانه بعض الاحيان تعليق اكثر من شخص ينتقدك لسمعتك، لكن انا لا اخاف ابيع للزبون افضل ما عندي، لاجل يوصل للبيت لا يحصل لي فيديو او يحصل لي منشور يعلق بصراحه بضاعته فظيعه، جربته فظيعه عن تجربه. حلو. فهمت؟ ايوه. ايوه هذا هو لازم، يعني الجوده هي اهم حاجه، ما ترجع لك الزبون الا الجوده. واستمراريه الجوده. واستمراريه الجوده، لانه الان على حسب السوق والهبوط بالسوق، تخيل انه اذا ما بيش مع الجوده ما حيرجع لك الزبون. صحيح. السوشيال ميديا حتدي لك الزبون مره واحده يجي يشتري منك. نعم. خلاص اخر مره يشتري من عندك، لكن لا مع الجوده يرجع لك مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، والزبون يدي لك اكثر من زبون. صحيح. عرفت؟ لذلك احرص، بعض الاحيان احنا نحرص على زبون، بعض الاحيان الموظف حقي لو باع للزبون بضاعه مش حلوه، الزبون هذا راقي، اصيح انا ليش تبيع له؟ ليش كذا كذا؟ ليش؟ لا انا اخاف على زبوني. نعم. وعد ابيع له ب 10,000 مشتي عشان وانا عاد اخسره نهائيا. الشيء الادمي هذا يقيس عندي طول الوقت. حلو. حلو. هذه الجوده والسعر له دور كبير 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 بالبيع والشراء. انا اشكرك والله والمصداقيه. شكرا لك يا عبد الله. ما دام انا جيت لعند عبد الله قلت له يا عبد الله انا اشتري عرض خاص للمتابعين، قال لي ابشر. ايش العرض؟ ببساطه جدا، شوف يا اخوان هذه العلبه انا اشتريت منه 4 علب، العلبه ب 5000 ريال، 20,000 اشتريت 4 علب، تمام. طيب العطر هذا ب 5000، ما تحصلش ب 5000 ابدا، بس عبد الله يبيعه طول السنه ب 5000، والعرض الان من اليوم الى 10 رمضان العلبه هذه ب 3000 ريال. هذا عرض على شادي. طبعا جلست اتناقش انا وعلى العرض اسبوع كامل، لانه انا اشتي اتجمل لكم، ومضمون الجوده ومضمون السعر، من نشر الإعلان إلى 10 رمضان ب 3000 ريال. أي عطر من هذه العطور، شيخ العطور، وأيضا هذه العبوة الأخرى الكبيرة، هذا الحجم الكبير ب 8000 ريال يبتاع طول السنة. طبعا ب 8000 هذا يعتبر سعر خاص، ما بتشوفه بسعر عبد الله، ولكن العرض اللي هو الخاص لي أنا اللي تناقشت معه أسبوع كامل من 8000 يرجع إلى 5000 ريال. الحقوا، أنا ماليش علاقة، من الآن إلى 10 رمضان أنتم أحرار، أنا علي أكلمكم والباقي عليكم. أتكلمنا الآن على عروض العطور، هذه العطور المميزة جدا 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 وعلى ضمانتي يا أخوان. طيب نجي للعرض هذا، إيش عندك يا عبد الله؟ هات. معنا عروض طبعا، هذه المعطرات حق الجسم أسعارها نهائية من 2000 ريال. نعم. الآن خفضنا به للمدة المعلومة، يعني إلى 10 رمضان. حلو. من 1500 ريال. هذا الأنواع حق معطر المفارش هذا من 5000 ريال.
نعم. والتخفيض حقه الآن ل 3000 ريال. يا سلام. نفس المدة. يا سلام. وهذا من 3000 ريال خفضناها ل 2000 ريال. يا نفس سلام. المدة. شفتوا العروض كيف؟ شفتوا كيف أدلعكم يا متابعيننا؟ أحيانا أنا أشوف تركيبات خارج وأسعار رخيصة. كيف؟ أنت كيف تبيع لي العطر المركب؟ طبعا في تركيب يختلف عن تركيب، وفي حلو. عطور تجي رخيصة بيشلوها من الجملة تجي رخيصة جدا. احنا نبيعها طبعا اقدر ابيعها بسعر رخيص، بس انا استهدف الزبون الراقي واستهدف الزبون الذي يشتي ثبات ويشتي جودة. حلو. فلذلك انا اميز ان انا ابيع بضاعة راقية كامل وبجودة عالية، ما يفرقش معي. مش لازم ان انا ادي بضاعة سيئة لاجل اوصل معلومة للزبائن ان انا مرخص او ان انا بنبيع برخص. هذا هو. فهمت؟ تمام. خلاص يا اخوان، هذه كانت تغطية اليوم لمحل عبد الله للعطور، شيخ العطور، مركز جرعان، مدينة إب. معروف مركز جرعان. الدور الأول في الوسط. أشوفكم على خير، لا تنسوا ما تزوروا المكان، وأنا مروان، سلام.